السلام عليكم، بكام الواحدة؟ ب100 جنيه. طب نقلي واحدة كده حمرا مسكرة. عينيا. يا حلاوتك يا مسكر، اتفضل دوق. جميلة. هي مسكرة؟ دوق الله ينور. على السكينة واكسر. عسل نحل، عايز تدوق؟ اتفضل. ايه ده؟ البطيخة بتاعتك، انا فتحتها لك عشان تتأكد انها حمرا وتدوقها. المفروض انا اللي ادوقها بس مش تدوقها اللي رايح واللي جاي وفي الاخر انا اللي البسها. خلاص سيبها وخد واحدة مقفولة. هشتريها انا. ايه ده؟ 20 جنيه. دي ب100. المقفولة ب100، انما دي انكسرت وكل الناس دقتها. سيبها ما تشتريهاش. هاتي واحدة مقفولة طيب. حلاوة بطيخ بكام؟ ب100. حمار وحلاوة. عايز 2. بكام الواحدة؟ الواحدة ب100. ماشي، عايز 2. لا بس عايز واحدة غير دي عشان مكسورة. والله ما عندي الا هي. طب خلاص هاخد واحدة. وبعدين بقى في البطيخة دي اعمل فيها ايه؟ لو ما بعتهاش هبقى خسرانة كده. بياع البطيخ بيكسر بطيخة علشان الناس تشوف جمالها وحلاوتها، وكل اللي بيفكر يشتري بيدوق منها، بس استحالة يشتريها مع انه بيبقى منبهر بيها، ولكن بتترمي اخر اليوم في الزبالة او تترمي للطيور من كتر الناس اللي مسكتها والدبان اللي جه عليها. وهنا انا مش قصدي على البطيخة، اهو البنت زي البطيخة المقفولة بتتباع بالغالي لانها محافظة على نفسها، انما اللي بتكلم وتتكشف للي يسوى واللي ما يسواش بتبقى رخيصة في نظر الناس ومحدش بيفكر يشتريها بالحلال. حافظة على نفسك وما تديش حد فرصة انه يتكلم عليكي بالوحش. ربنا يسترنا دنيا واخرة.